ده فعلا، هو ده فعلا ملخص النادي الاهلي حاليا. طيب انت هتستمر كده لحد امتى؟ يناير خلاص، يناير لسه ما بين 10 ايام ويخلص، وانت في البلاله، انت في البلح. انت حتى صفقه مصطفى العش انت مش عارف تجيبها، لعيب بيلعب جنبك محلي انت مش عارف تجيبه. يا جدعان احنا كان عندنا، كان 2016 2017 مدير تعاقدات ذكر اسمه هيثم عرابي، كان ممكن يخش يتفاوض مع ميسي وكريستيانو عادي. جاب لك ملك افونا اللي كانت افريقيا كلها بتتشكل عليه وانديه اوروبيه، والزمالك راح جابه لك واجا. ملك افونا اللي انت بعته تقريبا في الدوري الصيني باين ب 8 مليون دولار. رقم انت مستحيل تبيع لعيب عندك ب 8 مليون دولار. انت لما طلعت محمد عبد المنعم طلعته بان باربعه او باربعه ونص. انت متخيل انت في كام سنه من 2016 بتطلع لعيب ب 8 تقريبا او 9، مش فاكر الرقم بالظبط. انت متخيل الرقم؟ فانت كان عندك مدير تعاقدات ذكر الوقت انت، وقبل كده طبعا كان عندك عادل القيعي. دلوقتي مين مدير التعاقدات عندك؟ مين اللي بيخلص لك الصفقات؟ كابتن محمود الخطيب يرفع التليفون على رئيس النادي التاني يجيب له صفقتين ثلاثه. كابتن اسمه خالد مرتجي يسافر عشان يخلصوا صفقه. امال بتوع التعاقدات دول بيعملوا ايه؟ لازمتهم ايه في النادي؟ طب ما ترجع الكابتن هيثم عرابي، معلش يعني، رجع كابتن هيثم عرابي، هيجيب لك صفقتين ثلاثه اربعه حلوين. ما دام انت ما انتش عارف تجيب صفقات، مش عارف تتعاقد مع صفقات، اقل صفقه في الدوري المحلي انت مش عارف تجيبها. طب ايه فين الاداره؟ فين الشغل؟ فين البتاع؟ طيب قعدت تقول له صفقه مصطفى العش كمان يومين، ده الكلام ده من الجمعه اللي فاتت، النادي هيعلن عنها. طيب احنا النهارده تقريبا لحد فين؟ ما اعلنتوش عنها ليه؟ الصفقه متعطله في ايه؟ مش عايزين تدفعوا ليه؟ في الحوار. طب انتوا ما بتطلعوش تفهموا الناس الدنيا ليه؟ يعني مثلا واحد يطلع مع الاعلام والله العظيم الصفقه حصل واحد اتنين تلاته، الصفقات متعطل عشان واحد اتنين تلاته. ليه انتوا متكتمين على الدنيا؟ هو انتوا مثلا متكتمين هتجيبوا لنا كريستيانو؟ هتجيبوا لنا نيمار من الهلال؟ هتجيبوا لنا بنزيما؟ انتوا متكتمين على الصفقه ليه؟ خايفين حد يخش معاكم في الصفقات؟ يا اخي تنيل، والله العظيم يا اخي تنيل. هو انت عارف تجيب صفقات عشان حد يخش معاك اصلا؟ ده انت لما بتفكر تخش في صفقه بتبقى اساسا انت عارف ان هي مش هتيجي من الاول، علشان انت مش هتدفع، انت بخيل، مش عايز تطلع الكيس. طب هتفضل كده على كده لحد امتى؟ يلا يناير بقى يخلص. طب دوري الابطال تعمل فيه ايه؟ مش هتاخده؟ الله أعلم. الدوري انا وانت اهو ومش عارفين الدنيا هتبقى فيها ايه. ماتش بيراميدز ده لسه ماتش بيراميدز في العته اللي احنا فيه ده، لسه بقى ماتش بيراميدز جاي، فلسه اصبر. هتكسب الماتش الجاي مثلا هتلعب تقريبا فاركو، ساعتها بقى تقابل بيراميدز، وقابل بقى، انت فاهم؟ هتكسب، الله اعلم، ممكن تكسب عادي. بس هل ده ما يمنعش ان احنا مش محتاجين صفقات؟ احنا محتاجين فرقه. والله انت عارف احنا لو كنا كسبنا النهارده والله انا كنت مجهز ان انا هطلع اقول نفس الكلام. احنا كسبنا وكنت مثلا هشكر في الراجل، اكيد كنت هشكر في كولر عشان بيكسب وسط الاداء ده كله، وكان لو لعيب بيعمل حاجه مميزه كنت هشكر فيه زي ما انا شكرت في عمر الساعي. بس برضو كنت هتكلم في حته الصفقات وحته مصطفى العش. يعني احنا مش عشان خسرنا طلع اتكلم لا احنا لازم صفقات، لا، لو كنا كسبنا كنت هتكلم نفس الكلام برضو. فربنا يستر ان شاء الله الفتره الجايه. يناير هيخلص على الله اعلم، في صفقات هتيجي ولا لا الله اعلم، بس مش جاي حاجه يعني، انت فاهم؟ نام انت مالكش دعوه، مفيش حاجه هتيجي، مفيش حاجه. بس كده عزيزي الاهلاوي، اتمنى لو محتواه بيعجبك او ما بيعجبكش دعمنا، ما يجراش حاجه، هيعجبك ان شاء الله الفتره الجايه. ادعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.